السلام عليكم. الخطوات اللي انت خايف من يمها بالحياة او بالمشروع، يجوز هي هاي نفس الخطوات اللي راح تنجحك بالحياة. بس انت عندك الخوف اللي هو شنو؟ الخوف اللي انا اخاف افشل، اخاف اخسر، اخاف ادخل بمشروع وما ينجح. هنا لابد اي تاجر او اي شخص يريد يفك له مشروع او اي شغلة يشتغل بيها بوحده، لابد هنا يصير جريء. اصل التجارة او من اساسيات التجارة ان تكون جريء، تدخل وتغامر وتنافس، لكن بامور بسيطة، مو تدخل بارقام هائلة. لا، انا جاي اسولف على الامور البسيطة. فلا تخاف من المحاولة حتى لو تفشل، لا تخاف من المحاولة. يجوز هو هاي المحاولة اللي انت خايف من يمها هي راح تصعدك للقمة، راح تحقق مشروعك، راح تنجح. الخوف وارد، الخوف بالمشاريع وارد، كل انسان يخاف، لكن انت طالما المشروع دارسه او اي حاجة طاب بيها دارسها من كل النوايا ومخطط مسوي له تخطيط الها، وتبقى التوفيق من الله. فاكسر حاجز الخوف. يجوز هو هذا انت خوفك، انا خاف ادخل بهاي المشروع واخسر بيه، اخاف افتح له مطعم وما ينجح، اخاف اسوي له اجيب له عربان وما تنجح، اخاف